مزغنة، الجزائر، وتحديدا القصابة. في سنة 1770 ولد محمد بن علي المعروف بالرايس حميدو، أحد أشهر قادة البحرية الجزائريين عبر التاريخ. وفي عام 1793 اتجه أميران البحرية الجزائرية إلى سواحل مدينة وهران للمساعدة في العملية العسكرية البحرية لحماية قلعة الغرب الجزائري. اليوم ترسل الباهية وهران قبطانا في رحلة إلى مزغنة بحثا عن كيان يمثل الهوية الجزائرية، كيان لا مثيل له في المساهمة الثورية ولا في القاعدة الجماهيرية ولا في الثقافة الشعبية ولا حتى في الإنجازات الكروية. ذات يوم كتب الفلاسفة في مدرج البحرية أن كنزا ثمينا يرقد تحت جزر إيكوزيوم، لونه أخضر وأحمر، معدنه ذهب، وحدة قياس نقاوته 1921 قيراطة، فلغة هو العسجد، واصطلاحا المولودية. مش صح مش ولا شكون هذا يحمي الماكلة وتنفيه؟ القبطان يوسف عاد للإبحار في ساحل المحروسة بحثا عن خليجها الكبير، وهو الذي غنم النفيس في قرطاج بأشرعة الدم والذهب، وصال وجال في خليج العرب من الدوحة إلى أرض الحجاز، كما أرسى أشرعته حتى في أرض الفرنجة، وغنم في جزيرة قرشقة إعجاب العجب. القبطان العاشر عاد إلى قلاع البهجة من باب الدار الكبيرة ليبعث الروح في أسوار تنفست الأخضر والأحمر. عاد ليواصل كتابة تاريخ رصعته أقدام ذهبية وسقته دماء أكثر من 100 شهيد. أنا وصلنا المزغنة. عاد يوسف لاعبا برتبة مطرب كبير ليقود سيمفونية العميد الكبير إلى سابق العهد والطغيان الكروي. أشعلها يا يوسف، فجماهير الأخضر والأحمر تأبى أن يأفل لهيب مولودية الملايين. النجمة مشالية حرة وصافية لي شبحتي البلاد، المولودية باقية إن شاء الله هانية عقد حب وجداد. مولودية يا أخو.